السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مكرونه نجريسكو بس على طريقتي. طبعا المكرونه نجريسكو دي بتتعمل بالمكرونه السباكيتي اولا، ثانيا بتتعمل بصدور الفراخ. لا، انا بعملها بفرخه كبيره. يعني اليوم اللي اجيب فيه فرخه تكون ضخمه كده شويه، استغلها واخدها احطها في المكرونه. بصراحه بتبقى اكله حلوه قوي وبتبقى مليانه فراخ فبتعجب الولاد. انا جبت فرخه هنا كبيره، سلقتها سلق كويس جدا. بصي انا هنا بخرم الصدر عشان اتاكد ان هو استوى سوى كويس يعني. ده ملح وفلفل وسبع بهارات. وطبعا الشوربه بحط فيها بصل ووحدتين طماطم كده بس ودي المكرونه، مكرونه قلمه زي ما بعمل مكرونه بالبشاميل باللحمه. مش بحب احط سباكيتي الحقيقه يعني. بس انا بسلق المكرونه هنا سلق. طبعا كلنا عارفين المكرونه بتتسلق ازاي، يعني مفيهاش شرح. البشاميل نفس القصة. أنا هنا جايبة فنجان، أو مش فنجان، مج من الدقيق، مج الموجود في كل بيت. بحط شوية زيت وشوية سمنة، وحطيت مج دقيق. أنا بعد كده حسيت إن هو محتاج سمنة تاني فأنا رجعت زودت تاني، بس اللقطة دي برضو ما جاتش معانا. بس أنا بحمر هنا الدقيق لحد تقريبا ما أشم ريحته بس. خلاص أول ما أشم ريحته بحط له على طول اللبن. انا هنا اللبن كنت غلياه وسبته استهدى. انا هنا كنت حطيت شويه سمنه علشان دي يبقى كويس كده. اول ما تشمي ريحته لونه ما يتغيرش كتير يعني. بس بحط اللبن بيبقى ساقع والبشاميل بيبقى سخن او العكس. بس بتحطي بقى شويه اللبن وبتضربيهم الاول كده عشان تتاكدي ان هو مش هيكلكع معاكي. وبعدين بحط بقيه اللبن. انا هنا جبت مضرب عشان اتاكد من ان هو كله بقى كريمي. في طاسة تانية أنا ببقى مخرطة أو طحنة يعني شوية فلفل كده صغير مع كام قرن فلفل حراقين باردين، اختياري زي ما يعجبك. بحط ملح وفلفل أسمر بس. الخضار ده أنا يعني تقريبا بيخش في سوا، لأن هو كده أنا نقلته هنا في طاسة كبيرة عشان يكفي الفراخ. أنا هنا الفرخة كنت مسكتها فصصتها كلها ونسلتها كلها، وراك وصدور. احنا بنحبها كده يعني، ما بحبهاش تكون بالصدور بس، بحس ان الفرخة على بعضها بيبقى طعمها احلى بصراحة. بس وكنت خلصت الاكلة في مسافة ما فيش، واكلة جميلة ولذيذة. ولادي بيحبوها اكتر من المكرونة بالبشاميل العادية اللي هي بلحمة او بصدق. بيبقوا حاسين بطعم الفراخ كده فيها وحابينها يعني. عايزة تلخبطي المكرونة على الفراخ كله على بعضه زي ما يعجبك، عايز تعملي الطبقة فوق وطبقة تحت برضو زي ما يعجبك، يعني النتيجة في النهاية بتبقى واحدة يعني. بس وهغطيها بالبشاميل. طبعا انا مسخنه الفرن علشان ما تاخدش وقت معايا، لان هي يا دوب كل حاجه مستويه. انا يا دوب بس باخدها ايه يعني، المكونات بس تنسجم مع بعضيها كده، وبحط البشاميل وبتاخد طبقه تحمير كده بس من فوق. وربنا يحسن ما بين ايديكم، وجربوا الطريقه بتاعتي هتعجبكم قوي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بامر الله. باي باي.